السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. وغيبت واحد شوية معليش. اليوم جيتكم بواحد غريبة مخلطة، كنقولوا لها مخلطة حيتاش فيها آه، زلافة ما عمراش ديال السكر كلاصي ولا ما يعادل 200 غرام. عندي هنايا كاوكاو محمر ومطحون رابعة، كاوكاو الحمر رقيق. عندي رابعة ديال الزنجلان حتى هو مطحون، مغسول ومشمش ومطحون ما محمرش. وعندي قبيصه ديال الملح، راكم عارفين ضروري مليحه في اي حاجه. عندي كونفيتور سائل اللي خاص الحلويات، عندي 3 المعالق كبار، هو اللي كيعطي داك التعليقه في الغيبه باش كتجي هشيشه وما كتجيش يابسه، كتجي بنينه هاد الغيبه. عندي معلقه صغيره ممسوحه ديال القرفه مطحونه، وعندي الخميره الزا، عندي باكيه ديال 7 غرام، وعندي نصف باكيه، يعني باكيه ونصف. تقريبا 11 غرام عندي. ضفت هذاك الخميره وضفت المكونات اللي ذكرت كاملين. من بعد غادي نضيف زيت المائده، عندي نصف لتر حيت ما فيهاش البيض هذه. الوغ كنديرو ربع لتر وعاوده نعمر ربع لتر ثاني، يعني المجموع نصف لتر زيت. مازال غنزيدو لها دقيق الفرن، عندي مغربل. غادي نحاول نطلق داك السكر كلاصي باش ما يبقاوش داك الكويرات. كما كتشوفوا كنحاول نضغط عليهم باليديه باش كيذوبوا مع الزيت. حتى كيتجانس الخليط، ومن بعد كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. هنايا غربلت انا 5 الكيسان ومازال غادي نزيد، مازال غنزيد الدقيق. تقريبا كيدخل لي 8 الكيسان حتى 8 ونص كيسان ديال العنبه، يعني 800 غرام حتى 850 غرام ديال الدقيق كتدخل في هاد الغليبه. كتخرج كميه تبارك الله يعني ديال الفرح. وكنبقى نضيف في الدقيق وانا كنخلط، كنخلط حتى كنتجمع ليا الخليط. صافي دابا غنبقى نجمع بيديا مزيان باش كنعرف القوام ديالها. كتشوفوا كنضيف شويه بشويه باش كندخل الدقيق مع الخليط مزيان. وبالمره الا بقاو لكم كويرات ديال السكر كلاصي اللي بغى يغربلو في الاول، انا ما غربلتوش نسيت، باش يتفادى هاد المرحله يغربلو. انا كنت شويه مجروبه داكشي علاش ما غربلتوش، اما الفرصه عندي مغربل. هو على العموم راه كيدوب مع الزيت، ما كيبقاش غير الا بقات شي حاجه كنضغط عليها بيدينا باش دابا غادي نخدم يديا بجوج باش نحاول نجمع القوام. تبان ليا باقا خفيفه. صافي نجرب دابا واش كتجمع، واش مابقاش كتلتصق. صافي جات هي هادي. وخرجت لاطا اولا طبسيل ديال الفرن في الصحن اللي كنطيبو فيه في الفرن. درت فيه ورق المطبخ، ورق الفرن الابيض. ودابا كنكور وكندورها كامله في السكر كلاصي
كنسلها، راه ما غنضغط عليها ما حتى شي حاجه. هي ملي كتدخل الفرن مع الخميره هي حيت كنديروها الفوق، كنشعلوا لها الفوق هو الاول. الفران ما كنسخنو ما حتى حاجه، كيما كنشعلو كنديرو على 180 درجه، وكندير التبصيل ديالي في الفرن. كنشعلو الفوق حتى كطيب وتشقق، وعاد كنهبطها شويه لتحت، غير واحد شويه. اصلا الفوق راه كطيب وجهودها حيتاش الفران كيسخن. انا عندي ديال الضو، واللي عنده ديال البوطه طبعا راه غادي يعاود يديرها الفوق باش يشعل لها العافيه من التحت باش كطيب له ما تبقاش خضره. وهذه هي غريبه ديالي كتخرج ما شاء الله كميه وفيره وبالصحه والراحه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. وكتجي هشيشه كتذوب في الفم، قريبه شويه للغريبه البهله في المذاق، والهشاشه ديالها ما شاء الله كتجي بنينه. ونتمنى تجربوها وتردوا عليا، تخليو لي تعليق. وكنتمنى اللي ماشتركش يشترك. وشكرا بزاف، والى فيديو اخر بحول الله.